وبتسيبها مع الأطفال، وبعد لحظات قعدت على لعبة فبتطلع صوت، فبتصحى الطفلة الصغيرة، وبسبب عياطها بيقوم باقي الأطفال، وبيحصل فوضى بقى وبيجروا ورا بعض وبيبهدلوا الدنيا، وبتبقى مش عارفة تسيطر عليهم، وبيجي أهلهم وبيشوفوا الموقف ده وبيتضايقوا جدا وبيرفضوا انهم يجيبوا اطفالهم ليها تاني. وسكيبر بكده مشروعها بيفشل، وبتكون متضايقه جدا وبتقعد مع باربي اختها وبتقول لها ما تزعليش، وانها لازم تبقى واثقه في نفسها وتقدر تفتح المشروع تاني. فسكيبر بتقول لها خلاص نقدر نعمله في الاجازه بتاعه الصيف، لكن باربي بتقول لها اسفه اصل انا رايحه ازرع شجر في الامازون. فقالت لها خلاص انا اقدر اعمل ريسه بقى على ستيسي وتشيلسي، لكن بتكتشف ان اخواتها الصغيرين هم كمان رايحين لرحله تخييم. فسكيبر بتبقى زعلانه انها هتقضي الاجازه كلها لوحدها، لكن مامتها وباباها قالوا لها ما تقلقيش احنا موجودين معاكي. وبتروح تاني يوم لكيفن عشان يركبوا الامواج سوا، لكنه بيكون مسؤول عن امن الشط.